شريط الليد الوايرلس. يا ترى ليه اسمه وايرلس مع ان هو ليه سلك كده عادي؟ هجاوبك على كل ده واكتر، بس ما تنساش اللايك والفولو والشير، ويلا بينا بسرعة. مبدئيا عشان نفهم هو ليه اتسمى شريط ليد وايرلس لازم نعرف شريط الليد العادي بيتصنع او بيتكون ازاي. شريط الليد العادي ده بيكون عبارة عن شريط ليد، وعلى الطرفين بتوعه بيكون فيه وايرين او سلكين نحاس بطول اللفة. اما بقى شريط الليد الوايرلس احنا هنا ما عندناش الطرفين او السلكين او الوايرين النحاس اللي بيكونوا موجودين على الاطراف هنا، وما بنحتاجش ان احنا نركب الفيشة بتاعته بشوكة زي شريط الليد العادي. هنا احنا بنحط شريط ليد نحاس، العرض بتاعه بيكون اكبر من شريط الليد العادي لان هو هنا واخد المساحه كلها، وبالفيشه بتاعته بتركب بالطريقه دي كده بمنتهى السهوله ومن غير ما يحصل اي مشاكل. فمن الاخر كده شريط الليد الوايرلس ده اسمه وايرلس عشان ما فيهوش الوايرين النحاس اللي بيكونوا موجودين على الطرف زي شريط الليد العادي. يعني من الاخر كده ده اسم تجاري مش اكتر. شريط الليد الوايرلس بيبقى عمره اطول بكتير جدا من شريط الليد العادي، واضاءته اكتر من ضعف اضاءه شريط الليد العادي. فمن الاخر كده شريط الليد الوايرلس بيكون اقوى لو انت بتدور على اضاءه قويه جدا وبتدور على حاجه عمرها الافتراضي طويل. فشريط الليد الوايرلس الفردي متوسط سعر المتر بتاعه 20 جنيه، والزوجي متوسط سعر المتر بتاعه 35 جنيه، والثلاثي متوسط سعر المتر بتاعه 40 جنيه. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو لسه عندك اي اسئله تخص شريط الليد العادي او الوايرلس سيبها لي في الكومنتات. سلام.